يعني لم تتوقع أمريكا ولا بأي حال من الأحوال أن تصل إلى هذا الوضع الذي هي فيه اليوم. أمريكا تحولت اليوم بعد تصويت الجمعية العمومية على ضد قرار ترامب ب 128 صوت، تحولت من إمبراطورية الشرق والغرب إلى مجرد دولة عادية، أي دولة تقول لها لا. هذا يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يوم أمريكا لم تتوقع أن يأتي. هذا يوم لم تتوقع أمريكا بالرغم من جبروتها ومن سطوتها الاقتصادية والعسكرية أن يأتي. القيادة الفلسطينية حشرت أمريكا في الزاوية. هذه قيادة محتلة، هذه قيادة محاصرة، ولكن استعملت القانون ونظمت استعمال هذا القانون وضغطت على أمريكا باسم الحق وباسم القانون، فحولت أمريكا من إمبراطورية عظمى إلى مجرد دولة عادية. حتى الصومال، مع احترامنا الشديد لدولة الصومال، بتحكي لها لا. حتى الدول التي تعتاش على معونات أمريكا وعلى طحين أمريكا وعلى أسلحة أمريكا قالت للولايات المتحدة الأمريكية لا. إذا 22/12 قد يكون يوم تاريخي تؤرشفه كل الشعوب بأن تحولت أمريكا من إمبراطورية إلى مجرد دولة عادية. يعطيكم العافية.